في قلب القاهرة بشارع رمسيس المزدحم تقف عمارة مهجورة منذ أكثر من 50 سنة. الناس يسمونها عمارة العفاريت. أحداث غريبة ومرعبة حصلت هنا لا يصدقها العقل. العمارة كانت مأهولة سابقا، لكن السكان لم يقدروا البقاء فيها فترة طويلة. الحراس الذين عملوا هناك قالوا إنهم رأوا ظلالا تتحرك، أصوات غريبة في الليل، وعفش يختفي فجأة. اليوم العمارة خاوية، وكل من يقترب يشعر بشيء غريب. هل العمارة مسكونة بالفعل أم مجرد إشاعة؟ في إحدى الروايات دخل 3 أصدقاء الطابق الأول، كان الباب مفتوحا أمامهم، وبينما كانوا يتفحصون المكان أغلق الباب بقوة خلفهم. حاولوا فتحه لكنه لم يتحرك، وبعد دقائق من الذعر انفتح الباب فجأة من تلقاء نفسه. يقال إن بعض سكان المنطقة لاحظوا شيئا غريبا. في منتصف الليل يظهر نور خافت في أحد شبابيك العمارة. الغريب أن المبنى مهجور بالكامل، ولا يوجد به كهرباء منذ سنوات. وفي اللحظة التي يقترب فيها أحد ليتأكد يختفي النور فجأة، وكأن أحدا كان يراقبه. يقال إن إحدى الشقق كان بها مرآة قديمة، كل من نظر إليها شعر بأن هناك شيئا خلفه، لكن حين يلتفت لا يجد شيئا. أحدهم قال إنه رأى ظل شخص يقف خلفه في الانعكاس، رغم أنه كان وحده تماما. هل تجرؤ على دخولها ليلا؟ أم أن الفضول قد يكلفك الكثير؟